السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بأحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل صينية البطاطا الحلوة. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وطريقة جديدة. هنعملها محشية كريمة. جربوها بالطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم. ودي شكل الصينية بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. هنا معانا دي بطاطا انا جبتها وغسلتها، يعني حوالي كيلو ونص بطاطا. غسلتهم كويس وبعد كده بحط عليهم ميه واحطهم على البوتاجاز لحد ما البطاطا معايا تستوي. ما بحطش عليها سكر ولا اي حاجه، انا بحطها زي ما هي كده لحد ما تستوي. بعد كده اهي دي استوت معايا كده البطاطا. اهم حاجه تبقى مستويه معايا كويس كده. بعد ما استوت معايا قشرتها وحطيتها في بوله، وحطيت عليها معلقتين كبار نشا ومعلقتين كبار سكر ومعلقة كبيرة زبدة أو سمنة المتاح وكيس فانيليا. وهقلبهم كويس مع بعض كده بالشوكة. أهرسها جامد جدا بالشوكة زي ما انتم شايفين، بتتهرس معايا بسهولة لأنها هي معايا مستوية. يعني أنا مسوياها سوا كامل، يعني مستوية كويس، فهي بتتهرس معايا بتبقى عاملة معايا زي الكريمة زي ما انتم شايفين كده اهيت. بهرسها بس مجرد بالشوكة بس كده. طبعا البطاطا من حلويات من الصواني الجميلة اللي هي مش مكلفة في نفس الوقت وطعمها حلو وبتبقى خفيفة. هنا معايا دي الكريمة اللي هعملها، دي كوبايتين لبن حليب، هحط عليهم معلقة كبيرة سكر ومعلقة ونص كبيرة نشا. دي الكريمة الكدابة. وهنا معايا معلقة كبيرة قشطة. اختياري القشطة، يعني لو حابين تعززوا طعم اللبن أكتر يبقى فيه دسامة أكتر، بيبقى طعمه أحلى. نحط عليها كيس فانيليا ونقلب كل المكونات دي مع بعض كده على البارد. بعد كده بقى اخدها واحطها على النار واقلبها بتقليب مستمر وهي محطوطة على النار عشان ما تكتلش معايا. افضل اقلب فيها والنار بتاعتي بتبقى نار هادية، بقلب فيها بالمضرب زي ما انتم شايفين كده عشان تنيها ما تكتلش معايا. دي معايا بقى الصينية البايركس، هدهنها زبدة زي ما انتم شايفين كده. بدهنها كويس زبدة. وبعد كده باخد نص البطاطا اللي انا عملتها واحطها في الطاجن من تحت كده زي ما انتم شايفين. الطبقة الاولى افرد طبقة البطاطا كده واحاول افردها كلها في الطاجن كله واخليها سوا واحد. ده شكل الطبقة الأولى اهيت اللي أنا عملتها بالبطاطا. هنا المهلبية خلصت معايا اهيت اللي هي الكريمة. بحط عليها معلقة كبيرة جوز الهند، لو مش حابين تحطوها حط ما تح... يعني اللي ما بيحبش جوز الهند ما يحطهاش، ده اختياري. إنما هو طعم جوز الهند مع البطاطا بيبقى طعمه جميل. بقلب جوز الهند مع الكريمة كويس جدا عشان يختلط معاها كلها. بعد كده بقى باحطها على الطبقة التانية، دي الطبقة التانية بقى بتاعة الكريمة. يبقى أول طبقة باحط البطاطا اللي أنا هرستها، وبعد كده باحط طبقة الكريمة. بافرد بقى طبقة الكريمة زي ما انتم شايفين كده، لازم أسويها على طبقة البطاطا الأولى. باخليها بنفس يعني باسويها عليها كلها، مخليش جزء مكشوف منها، باخليها كلها عليها كده بافردها عليها. أحاول أفردها بقى بقدر الإمكان ويبقى السمك بتاعها واحد، يعني تبقى كلها بسمك واحد. بافردها كلها زي ما انتم شايفين كده. وباحطها طبعًا الكريمة دي باحطها وهي سخنة عشان تنفرد معايا بسهولة، لإنها مجرد ما هتبرد هتبقى متماسكة. باحطها على
على البطاطا وهي الكريمة باحطها وهي سخنة وهي لسه طالعة من الفرن من على النار، بعد كده بارُش عليها جوز الهند برضه اختياري لو مش حابين ما تحطوهوش. بارُش من على الكريمة من فوق كده جوز الهند، بتبرد الكريمة وباحطها في التلاجة، يعني باسيبها تبرد كده على الرخامة، بعد كده باحطها في التلاجة عشان تجمد معايا الكريمة، ما يعني عشان أمّا آجي أحط زي ما أنتم شايفين كده بتيجي كده بعد ما طلّعتها من التلاجة والكريمة بتاعتي جمدت، يعني أمّا حطيت إيدي عليها ما لزقتش فيها ولا أي حاجة، فكده باحط الطبقة التانية عشان أمّا آجي أحط الطبقة التانية يعني الكريمة ما تختلطش فيها. أمّا آجي أحط طبقة البطاطا التانية زي ما أنتم شايفين كده بافردها هي بتنفرد والكريمة ما بتختلطش معاها لإن الكريمة متماسكة، أنا سِبتها لحد ما بردت خالص ودخّلتها التلاجة كمان بردت أكتر وجمدت أكتر، وبعد كده فردت الطبقة التانية من البطاطا، الجزء اللي فايض بقى فاضل منّي من البطاطا، أنا قسمت البطاطا على جزئين، حطيت جزء في الأول وبعدين حطيت الكريمة وهي سخنة فردتها على جزء البطاطا الأولاني وبعدين حطيت الجزء التاني من البطاطا. بعد الكريمة، بس بعد ما الكريمة بردت معايا خالص وحطيتها في التلاجة جمدت أكتر، بعد كده باحط الطبقة التانية عشان ما تختلطش معايا دي خطوة مهمة. بعد كده باجيب دي سمنة أو زبدة زي ما تحبوا، بندهن وش الصينية بتاعة البطاطا كده عشان تحمر معايا في الفرن، بادهن الوش بتاع البطاطا كله بالسمنة زي ما انتم شايفين كده، ده للتزيين بقى دي معلقة سمسم باحطها على الوش كده أو من غير خالص لو مش حابين مش مشكلة، ممكن نعملها من غير سمسم خالص، بس السمسم بيدّي لها شكل جميل وطعمه بيبقى حلو برضه معاها. باحطها بقى في الفرن باولّع ربع ساعة بس أو 10 دقايق من تحت، بعد كده باولّع على الشواية بس اللي تاخد وش زي ما أنتم شايفين كده، وباطلّعها من الفرن بقى تهدى، بعد ما تهدى بس يعني تهدى كده تبقى دافية باقطّعها، يعني ما باقطّعهاش برضه وهي سخنة عشان ما تتفرولش معايا وما أعرفش أقطّعها، باقطّعها بعد ما تبقى يعني دافية كده ما تبقاش باردة، لإن هي يعني طعمها بيبقى أحلى أمّا تتاكل وهي دافية البطاطا، يعني البطاطا أساسها إن إحنا ناكلها وهي دافية ما تتاكلش وهي ساقعة. يبقى بعد ما بتدفى بقى كده باقطّعها وبتطلع معايا يعني ما بتبقاش مفتولة ولا مفتتة ولا حاجة، زي ما أنتم شايفين هي طالعة القطعة قطعتها أهيّة والكريمة في النُص وطالعة شكلها جميل وطعمها أجمل. هي يعني بنقدّمها تكون يعني دافية ما تكونش أو سخنة زي ما تحبّوا، بس هي بتبقى دافية بيبقى طعمها أحلى من ما بتسقع معايا البطاطا، وده شكل الطبق بتاعنا النهائي، جرّبوه بالطريقة دي إن شاء الله يعجبكم وبألف هنا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.